بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة اليوم في التفسير من الآية 32 إلى الآية 35 من سورة الشورى. قراءة هذه الآيات وتفسيرها. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبال تجري في البحر. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي إن يشأ الله الذي أجرى هذه السفن في البحر يسكن الريح فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري. إن في جري هذه السفن ووقوفها في البحر بقدرة الله لعظات وحججا بينة على قدرة الله لكل صبار على طاعة الله وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة شكور لنعمه وأفضاله. أو يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أي أو يهلك السفن بالغرق بسبب ذنوب أهلها ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي ويعلم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا الدالة على توحيدنا ما لهم من محيد ولا ملجأ من عقاب الله إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.